صلي على رسول الله. النهارده معانا طاجن كبده يا معلم بالمكرونه، حاجه كده تفرح القلب. انا ما شفتش حد عملها قبل كده كاحمد، ولكن انا هجربها النهارده واجري على الله. فهنبدا بقى خلطتنا النهارده. هنسلق المكرونه الاول في شويه ميه وملح، والملح عشان خاطر الطعم، وهنحط حبه خل عشان خاطر الخل ما يعجنش، وده الحل الامثل بديل للزيت وعن تجربه. واسال مجرب ولا تسأل طبيب يا معلم. هنجهز الكبده ونقطعها للحجم المناسب. الحجم المناسب ده معناه ان هي بتختلف من شخص للتاني. طبعا بما اننا هنعمل طاجن فلازم تكون واضحه. هنعصر عليها ليمونه، والليمون بيفيد في ان اي زفاره في الكبده تروح. والكبده ما ينفعش تتغسل لان الكبده عباره عن دم مش لحم، وده شيء معروف على الاقل بالنسبه لي. هنقلب بقى يا معلم الكبده في الليمون ونشقلبه على جنب ونركنه عشان نخش في المرحله الثانيه، وهي مرحله قطع الفلفل. هنحضر حبه فلفل رومي على حبه فلفل رومي الوان على حبه فلفل حامي. موضوع الحامي انت ورغبتك فيه. لو انت عندك اطفال ممكن ما تعملهاش حامي، او لو انت عندك اطفال ما تعملهاش حامي. يلا بقى نجري كده على المكرونه اللي اتسلقت 3/4 سلقه. هنصفي ميه بتاعه المكرونه فورا، ونرجع في نفس الحله هنحط شويه زيت نقدح فيهم الكبده. من المميزات اللي انت لازم تاخد بالك منها بعد ما تحط الكبده، ما تقلبش فيها كتير. خليها الاول تاخد الوش بتاعها شمال في اليمين، تنزل عليها بعد كده بقى يا معلم بالفلفل. بعد ما الكبده خلاص ننزل عليها بالوحوح بتاعنا. الوحوح ده عباره عن فلفل احمر غير مطحون وبيتجاب من عند العطار. بعد كده هننزل بقى فوق منه بحبه ملح وحبه فلفل اسود وتوم بودره او مهروس الاتنين واحد، ونبشر عليهم بقى رشه جوز الطيب. ودي التركايه المحببه لقلبي عشان الاكل بالنسبه لي يعني ايه هقول جوز الطيب يا جماعه بيخلي القلب يلين. هننزل بعد كده بمعلقتين صلصه، وانا واحد من الناس اللي ما بحبش الصلصه تقيله، يعني معلقتين بالنسبه لي على نص كيس كفايه قوي. هننزل بتركايه بمعلقتين كده او بمعلقه هريسه حار عشان يوحوح الدنيا. كل الكلام ده يا معلم عليه كوبايه ميه فتره يعني من الحنفيه عشان خاطر يدي السلقه بتاعتها او السوا بتاعه لحد ما يتشرب ويبدا يستوي. ونولع الطاسه عشان هنحمر بطاطس. يلا بينا نسمع البطاطس. اديني بقى في المزاج حبيب قلبي، بحب انا الصوت ده جدا. بعد ما الميه اتشربت هننزل بالمعكرونه عشان خاطر نشقلب ونمرجح كله في بعضه والطعم يخش على بعضه. وبعد ما يشرب ميته ويبدا يسخن ويبدا الطعم يبقى مظبوط هنرفعه عشان نجري على الطاجن بتاعنا. هنرص رصتنا العنب عشان بعديها هنديها بقى تغريقه موتزاريلا. والله العظيم انا اول مره هجربها، بس هنديها تغريقه موتزاريلا على الفرن 10 دقايق ياخد الوش بتاعه. ونرش على البطاطس الشطه بالليمون بنجيبه من عند العطار، ونرفع الشوكه ونقول بسم الله. وما تنساش دعمك. أدب إيه وأخلاق إيه وحلاوة إيه؟ يا عيني يا مزاجنجي. لايك وشير وكومنت والحاجات الحلوة بتاعتكم دي. مساء الزبدة أنصحكم بيها.